Hi Machis and Young, welcome back or welcome to my channel if you're new. طبعا العيد قرب فكل سنة وانتوا طيبين، وزي ما احنا متعودين لازم نعمل فيديو تنسيقات لبس العيد. ففي فيديو النهاردة هقول لكم على افكار حاجات تقدروا تلبسوها في لبس العيد. هحط لكم صور عشان تاخدوا كده شوية افكار قبل العيد، وممكن تعملوا الاوتفيتس دي من حاجات اوريدي عندكم في الدولاب، مش لازم تنزلوا تشتروا. فلو بتحبوا النوعية دي من الفيديوهات ما تنسوش تعملوا لايك، سبسكرايب، كومنت، شير، وفعلوا الجرس عشان كل ما انزل فيديو جديد يجيلكوا نوتيفيكيشن. يلا بينا، خلونا نبتدي بالفيديو. بصوا بقى، انا بالنسبه لي العيد يعني لبس كيوت، لبس بناتي، بس ده بالنسبه لي انا بس. انا عارفه ان ستايلاتنا كلها مختلفه عن بعض وده حاجه طبيعيه، عشان كده النهارده انا هديكوا افكار مختلفه، حاجات فانسي، حاجات كده يعني اللي هي زي ما بيقولوا كشخة العيد، وحاجات عادي كاجوال كده زي اللي انا لابساها، حاجات عاديه هنلاقيها عندنا في الدولاب. اما نعمل ميكس القطع مع بعض هتلاقوا كده اوتفيت كيوت وحلو قوي. بالمناسبه شايفين الميك اب اللي انا عاملاه النهارده ده؟ هبقى اعمل لكم فيديو ازاي تعملوا ميك اب العيد، فبرضه stay tuned. تعالوا اقول لكم عن اول كده اوتفيت بحب البسه في العيد، يكون اوتفيت مريح بس كيوت في نفس الوقت. اول قطعه في الاوتفيت ده بيكون بنطلون جينز وايد ليج. اللون بتاعه مش هيفرق قوي اذا كان جينز، اذا كان اسود او ابيض، اوف وايت، بيج، او حتى لو لون مختلف بينك وات ايفر، بس الستايل بتاعه اللي هو بيكون جينز وايد ليج. تاني قطعة في الاوتفيت ده بيبقى شكلها حلو جدا، قميص زي اللي انا لابساه ده، والفيت بتاعه يكون وايد او اوفر سايز. وبرضه هتختاروا اللون على حسب الالوان اللي انتوا بتحبوها، بس يعني بما اننا في الربيع وعيد وكده فاختاروا الوان تكون صيفية، حاجات كده كيوت. واخر بيس زي اللي انا لابساها دي من فوق، هي بتبقى زي الشيرت عادية يا جماعة، ده كده شكلها، هي تي شيرت مخططة وانا بتني كده حتة لجوه والفها كده. بصوا بجد الاوتفيت من غيرها وبيها بحس ان هي بتدي كده تاتش كول للاوتفيت، بتخلي الاوتفيت كول اكتر. يعني بصوا ده كده من غيرها كيوت ستيل حلو، بس لما بحطها بحس ما اعرفش، انتوا اكيد فاهمين قصدي، بتدي كده تاتش للاوتفيت. ممكن تسيبوها كده على كتفكم، بس لو سبتوها كده ممكن تفضل تقع، عشان كده انا بحب ان انا من قدام اعملها كده، فده بيكون شكلها، بتدي زي ما قلت لكم تاتش للاوتفيت، تبقى كيوت. وتبير بقى معاها برنيطه زي ما انا عامله كده. انا لبست برنيطه بينك عشان تمشي مع القميص البينك اللي انا لابساه. هسيب لكم برده صور هنا للفول اوتفيت، بس يعني البرنيطه بتضيف كده تاتش برده للاوتفيت مع النضاره. انتوا بجد مش متخيلين يا جماعه الاكسسوارز بتلعب دور مهم قد ايه في الاوتفيت، عشان كده العبوا في الاوتفيت، ما تلبسوش بس قطعه اتنين، لا حطوا عليها حاجات، هي دي اللي بجد بتفرق في شكل الاوتفيت. ضيفوا بقى اكسسوارز زي الكاب، النضاره، الاكسسوارز زي السلاسل والحاجات دي، بجد بجد بتفرق جدا في شكل الاوتفيت. فده اول ستايل بحبه، مريح جدا، شكله كيوت كول في نفس الوقت. انتوا بس ميكس الالوان هو ده اللي بيفرق، والاكسسوارز. انا عارفه ان في بلاد بره مصر لسه الجو عندهم ساقع شويه، سبيشالي لو انتوا مثلا في اوروبا، مش عارفه فين بصراحه، بس ممكن تكون لسه الجو عندكم ساقع شويه. فممكن تعملوا فكره ان انتوا تلبسوا سكيرت وتلبسوا معاها بوت او كعب كده مقفول. هسيب لكم هنا صوره بيبقى فيه كده بوت بكعب، بيبقى شكله حلو قوي مع السكيرتس. وتبارت بقى من فوق مع السكيرت حاجه برضو كده الوانها تكون ربيع شويه بس بتدفي. يعني ممكن تلبسوا قمصان تقيله شويه، او زي اللي في الصور هنا تلبسوا بلوفرز بتكون الوانها فاتحه بس بيكون بلوفر فهيدفيكوا. وبرضو لو عايزين بقى انتوا مثلا الجو عندكم اللي هو مش حر ومش ساقعه، اللي هو الجو اللي في النص، تقدروا تستبدلوا البلوفر وتلبسوا برضو قميص الوان. ممكن تسيبوا القميص مفتوح مع السكيرت وتلبسوا من تحت بيسك تدخلوه جوه السكيرت زي الصور دي، هيبقى شكله حلو جدا. او لو عايزين تعملوا برضو فكره ان انتوا تعملوا ويست، فهتقفلوا هتزرروا القميص وتربطوه من قدام او تعقدوه من قدام، فهيديكوا برضو شكل كيوت قوي مع شنطه لون، جزمه لون، بتغيروا الاوتفيت. بصوا عامه خدوا الفكره دي مني، ان انتوا ممكن تخلوا الاوتفيت عادي جدا. يعني مثلا الاوتفيت ممكن يكون ابيض كله اسود وات ايفر، يعني الاوتفيت مش هو الحاجه الاساسيه، ولكن الشنطه
والشوز والاكسسوارز هي اللي هتغير. يعني لو انتوا لابسين اوتفيت كله ابيض فممكن تلبسوا شنطه بينك مع جزمه بينك مع كاب بينك، فانتوا بتخلوا الاوتفيت فيه الوان اكتر، فيه حركه اكتر. فعشان كده على طول بقول لكم الاكسسوارز بجد هي اللي بتدي كده زي، فاهمين قصدي؟ يعني هي اللي بتدي كده تاتش للاوتفيت. فبجد يا جماعه خدوا دي مني والعبوا في الاكسسوارز كتير قوي، اذا كانت اكسسوارز كاب نضاره كده، يعني الالوان هي دي اللي تلعبوا فيها. اكتر بقى ستايلات انا شخصيا بعشقه هو ستايل البليزر. مش بشوف ناس كتيره بتعتمد اللوك ده في العيد، بس شخصيا انا بحسه elegant جدا، سوبر كلاسيك، وممكن تخلوه كلاسيك وممكن تخلوه كاجوال على حسب انتوا عايزين ايه. فتعالوا اديكوا شويه افكار عن ازاي تقدروا تلبسوا البليزر مع بنطلونات وكمان مع سكيرتس او حتى فساتين. اول طريقه ان انتوا تلبسوا عادي البليزر مهما كان برضو البليزر من فوق لونه ايه، الالوان دي بتعتمد على شخصيتكم انتوا بتحبوا الوان ايه، بس عامه البيس الاساسيه هتكون البليزر، فانتوا هتنقوه على حسب الالوان اللي بتحبوها. من تحت بقى هتلبسوا من هنا يا هتلبسوا قميص يا تلبسوا بيسك برضو عادي تي شيرت عاديه. البنطلون بقى انا برضو بفضل مع البليزر نلبس بنطلونات وايد ليج مهما كانت الماتيريال بتاعتها ايه، جينز او ماتيريال تانية. ممكن تلبسوا جينز لو انتوا عايزين تخلوا الاوتفيت مور كاجوال او اوتفيت عادي، احنا خارجين كده خروجه عاديه، فتلبسوا البليزر مع البنطلون ويكون بقى بنطلون جينز عادي، وتلبسوا في رجليكوا جزمه سنيكرز يعني اللي هي بتكون زي دول عشان الاوتفيت يكون كاجوال، وتلبسوا برضو برنيطه مع نضاره مع شنطه كاجوال، فالاوتفيت بيقلب كاجوال لو انتوا عايزين حاجه عاديه كده. لكن ممكن برضو تغيروا البنطلون وتخلوه بنطلون كلاسيك مع هيلز، شنطه كلاسيك اكتر، فانتوا كده قلبتوا الاوتفيت تماما لكلاسيك. لو انتوا حابين كده خروجه بالليل في العيد رايحين مكان مثلا حلو فتخلوه كلاسيك. لو انتوا بقى عايزين تغيروا خالص الفكره دي وانتوا اصلا مش بتلبسوا مثلا بنطلونات، فعادي جدا ان انتوا تلبسوا بليزرز مع السكيرتس. في نوعين من البليزرز، اول نوع ان انتوا تلبسوا البليزر العادي الطويل مع سكيرت تسيبوه مفتوح، هيبقى شكله elegant جدا برضو مع بوت او هيلز، هيبقى شكله تحفه تحفه تحفه. لكن في بليزرات برضو نازله اللي هي بتبقى كروبت بليزرز، هسيب لكم هنا في الصور، بيبقى بليزر قصير فبيبقى حلو قوي وفلاترنج جدا مع السكيرتس. الستايل ده انا بجد بعشقه. في ناس بتبيع اوريدي البليزرز اللي هي الكروب دي مع الماتشنج سكيرت بتاعتها فبيبقوا نفس اللون. يا عادي هتجيبوا بليزر اي لون مع السكيرت بتاعتكم الساده وتعملوا لهم ماتشنج مع بعض، بجد شكلهم بيبقى حلو جدا واليجنت قوي. برضو على حسب انتوا عايزين الاوتفيت كاجوال ولا كلاسيك، كل ده تقدروا تلعبوا بيه بالشوز والشنطه. واخر حاجه ان انتوا ممكن تلبسوا برضو الكروبت بليزر او البليزر الطويل مع فستان. الفستان ده ممكن يكون حاجه ساده يعني فستان ابيض اسود بيج بقى وات ايفر، او الوان يعني يكون فيه حركات الوان نقشات عادي جدا، وتلبسوا فوقيه برضو البليزر بيكون شكله حلو جدا. برضو زي ما هقول لكم هتلعبوا في الشوز، خلوها سنيكرز خلوها هيلز، هو ده اللي هيخلي الاوتفيت كاجوال او كلاسيك. بس عامه فكره البليزر دي انتوا لو عايزين تغيروا، لان انا حاسه برضو ان ممكن تكونوا زهقتوا من فكرة الفساتين في العيد او البنطلونات في العيد، فالبليزر بيكون تغيير لطيف جدا. والحلو في البليزر ان هي بيس تبقى عندكم في الدولاب تقدروا تعملوها ستايلينج زي ما انا وريتكم بمليون طريقة، فهي حاجة عملية عندكم في الدولاب، وسبيشلي بقى لو عندكم مناسبات او حاجات زي كده تقدروا تستخدموا البليزرز، فهي قطعة مهمة في الدولاب. تاني ستايل انا برضو ده بالنسبة لي يعني من اهم الستايلات اللي نلبسها في العيد، وهي الفساتين. جماعة بجد بجد get out of your comfort zone. انا عارفة ان في ناس مش بتحب تلبس فساتين، بس بجد اولا هي بتبقى مريحة جدا والوانها بتكون كيوت جدا، فهسيب لكم هنا ستايلات عن فساتين تقدروا تلبسوها. لو انتوا مش محجبات فعادي you can style it whatever، بس لو انتوا محجبات انا عارفة ان الموضوع ده بيبقى صعب شوية ان انتوا تستايل الفساتين، especially لو الفساتين مش بكم. معظم الفساتين اللي بنلاقيها في المحلات بتبقى كات، بتبقى نص كم، فكمحجبات بيبقى صعب قوي ان احنا نستايلت. فالطريقة اللي انا بجد بحب استايل بيها الفساتين بتكون سريعة وعملية، ان احنا نجيب قميص ابيض او اي لون زي ما احنا عايزين على حسب الفستان. لو الفستان مثلا فيه colors كتيرة فممكن نختار لون واحد من اللي في الفستان ونلبسه كقميص من فوق،
او you can go on the safe side وتختاروا اللون الابيض كقميص. هتلبسوه من فوق، ولو عايزين تعملوا كده زي وسط شويه هتقفلوا القميص من قدام، بيبقى شكله حلو جدا كيوت. فبتقدروا ان انتوا تقلبوا الاوتفيت بكذا طريقه، يا تسيبوا القميص مفتوح فالفستان كله هيبان من قدام، لكن لو قفلتوا القميص وربطتوه من قدام انتوا كده خليتوا فستان يقلب كجيبه وتوب اللي هو القميص. فانتوا من اوتفيت واحد تقدروا تعملوا كذا اوتفيت. فدول الفكرتين اللي انا بحب اعملهم قوي مع الفساتين، برضو بيبقوا مريحين زي ما قلت لكم، الوانهم كيوت، في اوتفيت كده عيد بيبقى حلو قوي. وتالت فكرة بقى، بما ان احنا لسه طالعين من رمضان، فممكن طبعا تنكلود العبايات. ناس كتيرة قوي بتلبس عبايات في العيد، وانا شخصيا بحب الشكل ده جدا، لان انا اصلا بحب شكل العباية، يعني بيكون شكلها حلو جدا. فتقدروا تلبسوا عبايات في العيد، بس ممكن تختاروا بقى عبايات الوان شوية، يعني تكون الوانها فاتحة اكتر. مش عارفة ليه انا بكونكت العيد بالالوان، بس بحس انه خلاص الربيع جه فنلبس بقى الوان وكده بيبقى شكلها حلو قوي. فجربوا تلبسوا برضو عبايات في العيد. ممكن تلبسوا من تحتيها بنطلون وبيسك والعباية، او لو عايزين الستايل يكون يعني راقي اكتر فتلبسوا تحتيه بيسك دريس، او تلبسوا جيبة برضو وبيسك وتلبسوا العباية من فوقيها مع كعب صغير، شنطة كيوت، اوتفيت تحفة تحفة. هذه هي كشخة العيد. بس يا اصدقائي موضوع سيمبل جدا، حاولوا ان انتوا تستخدموا الحاجات اللي عندكم في الدولاب. لو انتوا مش حابين تشتروا، بس اعملوا ميكس اند ماتش زي ما انا قلت لكم، اعملوا ميكس الالوان مع بعض مع الاكسسوارز، هتطلعوا باوتفيت رائع. واتمنى ان انتوا تكونوا اخدتوا كده شويه افكار من هذا الفيديو وتكونوا استفدتوا. وانتظروا بقى الفيديوهات الجايه ان شاء الله، هتكون تجهيزات للعيد، ميك اب العيد وهكذا. فتحمسوا لهذه الفيديوهات. وبس كده، هشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.